في تصريح طلع من قيادي من قيادات الحركه اللي في القطاع بيقول ان اسرائيل لو بتتهم مصر ان مصر هي اللي بتقترح نزع سلاح المقاومه، فلازم مصر ترد على اللي هم بيقولوه ده، مش احنا اللي نرد. طيب انا عايز اقول لك بقى يا قيادي ان مصر مش طرف في الصراع، مصر مجرد وسيط بنحاول ان احنا نضمن حقوق الشعب الفلسطيني اللي انتوا عمالين بتضيعوه، ولا حتى مصر بتنفذ اجنده لدول تانية زي ما انتوا بتنفذوا. دور الوسيط ده للي ما يعرفش يعني ده بيحاول يلم اطراف الصراع ويحقق السلام في المنطقه. ده مصر بتحاول ان هي تجاهد عشان توقف الحرب وتمنع التهجير، وانتوا بتتكلموا في سلاح حقنا للدماء. شوفوا انتوا حل عشان خاطر الشعب بتاعكم يعيش. مصر اصلا ما بتتدخلش في قرارات اي فصيل. وبعدين ثانيه واحده بس، هي اسرائيل طول عمرها عماله بتطلع كلام على مصر، ازاي بتصدقوها؟ وفين اصلا الدليل على ان مصر طلبت ده؟ لو عندك دليل اتفضل طلعه، بس فعلا الدليل ده يكون بيدين مصر، وساعتها هطلع انا زي الشاطر كده اقول لك ده بلدي فيها وفيها. لكن من غير دليل انا ما صدقش الصهاينه. في فرق كبير ما بين ان انا اكون وسيط وما بين ان انا اكون متواطئ، فرق كبير جدا. وفي الاول وفي الاخر دي تصريحات طالعه من عند اسرائيل، يعني تصدقوا اسرائيل تكذبوا مصر اللي هي بتحاول ان هي تعمل كل جهدها عشان خاطر القضيه الفلسطينيه. ثم ان شيخ الازهر طلع يتكلم عن الموضوع ده ورد، ممكن تروحوا تشوفوا رده احسن.